كيف رد نايف حمدان على تقليد حبيب الحبيب له في استوديو 21؟ ويا هلا والله، رجعنا لكم فيديو جديد. اتمنى قبل ما ندخل بالحلقة تسوون لايك وتشتركون بالقناة، تكتب كومنت حلو زيك. خلونا نبدأ في البداية بتنويه بسيط، اتمنى تتحملوني نص دقيقة بس. ادري في بعضكم زعلان ويقول انت قاعد تخدعنا وما تحط رد المشاهير اللي حق اليوم، تحط لنا مقاطع قديمة. شوف يا عزيزي، انا اسوي مقاطع ترفيهية، ما هي مقاطع جدية ونشرة اخبار، والخبر لازم يكون واضح 100%. ممكن استخدم اسلوب من اسلوب الجذب، انك تدخل على الحلقة بس الموضوع يكون متعلق بالاشخاص اللي حنتكلم عنهم. طبعا انا اروح ادور في مواقع التواصل للفنان المستهدف، تويتر، فيسبوك، سناب شات. اذا لقيت رد مباشر وعادة يكون كلمتين، احلى من قلدني، حطيته. اذا ما لقيت اقوم انا اركب لكم مقاطع عشان نضحك. هذا الهدف من المقطع، انه اركب لك مقطع من الفنان نفسه كرياكشنات، وحنا حبيناهم بسبب الرياكشنات حقتهم عشان نضحك. على سبيل المثال مقطع عند القحطاني اللي سويته في البداية وركبت مقاطع، كلكم زعلتوا. لما ردت هند ردت بكلمتين، احلى من قلدني. فنزلت لكم فيديو ثاني عبارة عن كان رد هند القحطاني انها قالت احلى من قلدني. يعني بالله وش فرقت؟ يعني انت منتظر الرد هذا انها تقول احلى من قلدني، ولا اني اركب لك مقاطع تضحك ونسولف ونشوف ردة فعل الشعب السعودي كيف ردوا على الحلقة وتفاعلوا معها، واحط لكم بفيديو واحد بس؟ فخلونا نشوف. اول شيء اليوم عندنا رد من نايف حمدان في تويتر، وعندنا اول شيء نحط لكم رد الشعب السعودي كيف ردوا بمقاطع من مقاطع نايف حمدان، وكانت مضحكة ممكن اكثر من الحلقة نفسها. لا يا شيخ، لا تكفى يا ابو، امانه بالله، لا صدق هذه هي. قالها كيف؟ واو اميزنج، فاجأني الموضوع ده. ايه انتم هذا ويش؟ ليه انتم ما تدرون وش سويتوا؟ الله. الحين مع الفقرة اللي انا احبها مرة، اللي هي الردود بالتغريدة، يعني نسميها احنا طقطقة. الاخوة اللي ما يفهمون طقطقة. شوف ايش ردوا. وكذا وصلنا لرد نايف حمدان. كالعادة رد المشهور حيكون احلى من قلدني، لانه اول شيء حبيب زميل، ثاني شيء هذه القناة توصل لكل بيت في الشرق الاوسط، فانت الكسبان. صار عندك مشاهدات زيادة، ارقام زيادة، الناس عرفتك. ممكن انت كنت معروف محليا، صرت معروف خليجيا وعربيا، فانت المستفيد. وما استبعد انك دافع لهم. مو انا ما اتكلم عن نايف حمدان، عن الجميع اللي طلعوا. يمكن تكون دافع عشان تطلعني في القناة. لا، هي اصلا تبادل مصلحة. انا استخدمك كمادة، اسوي منك حلقة، وانت تزيد مشاهداتك وارقامك. بس ببساطة ليه معقدين الوضع وانتوا كذا، وانتم محسسين اني انقل لكم خبر رسمي كذا سياسي في رد عظيم هز الدنيا، فانت جاي تدوره تدخل تلاقي شيء مختلف. ما هو صحيح. احنا قاعدين نطقطق ونضحك، وكل المواضيع اللي تكلمنا عنها ومحتوى الفيديو عن الاشخاص نفسها اللي في الحلقة نفسها. واتمنى تتفهمون الوضع. وانا حاليا مبتعد شوي عن الرياكشنات اللي كانت على المشاهير وكذا الى ما بعد رمضان ان شاء الله. نقعد نطقطق على الفيديوهات اللي زي كذا. واشكر الناس اللي قاعدة تدعمني على كل حال، اشكركم من جد من القلب. شكرا لكم، شكرا للجميع. سلام.